استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلام سلام سلام. واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم طبق شتوي بامتياز مع هذا البرد اللي رانا فيه. المهم اليوم إن شاء الله قررت نحضر معكم اللوبيا، وهذا الطبق كما نعرفوه كامل مليح في فصل الشتاء باش ندفيو شويه الجسم تاعنا. لازم حاجه سخونه. على بالي ما كاش اللي ما يعرفش يطيب اللوبيا، كامل تعرفوا طيبوا اللوبيا، بصح كل واحد وطريقته في اللوبيا. كاين اللي ما اللي يشمخوها، وكاين اللي ما يشمخوهاش، يحطوها يطيبوها ديريكتومون في الكوكوطه. انا هنا راح ندير لكم الطريقه اللي موالفه نطيب بها اللوبيا في داري. حنا نشمخوها ليله من قبل، من بعد باش نطيبوها غدوه من داك. المهم نخليكم مع الطريقه. ويلا نبداو بسم الله. انا هنا اللوبيا تاعي راني نقعتها في الماء كما قلت لكم ليله من قبل، يعني لافي اللي كنا راح نطيب فيها اللوبيا نحطها في الماء. هنا راح نحط لها مغرف تاع الخل. احنا عارفوا كامل باللي اللوبيا فيها بزاف الغازات، هنا باش نقصوا من هذوك الغازات اللي يكونوا فيها نحطوها هكا مع الماء ونخليوها للصباح، غدوه صباح ان شاء الله باش نطيبوها مع بعض. هنا هاي ديك اللوبيا تاعي بعد ما خلاص رطبتها كما قلت لكم ليله كامله. هاي ديك هنا راني غسلتها وقطرتها مليح، ومن بعد نحكم نحط لها الماء سخون. فوالا نحط لها الماء سخون ونحطها فوق النار ولا نشعل لها الفرن ونغطيها ونخليها الطيب واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه هكاك، ونعاود نرجع ليها. هنايا كما راكم تشوفوا هاد الغازات هادو اللي راهي تخرج فيهم اللوبيا، هادو ما غير تبدا في هاد المرحله، غير تبدا تخرج الكميه الاولانيه هكذايا، نحيو لها هاد الرغاوي كامل ونصفيو كامل هاد اللوبيا ونعاودو نخلفوا لها ماء جديد واحد اخر. هنا هايلك بعد ما صفيتها من هذاك الماء نعاود نشعل عليها ونجيب الماء سخون، لازم يكون سخون الماء، نعاود نحط لها هكذا فوالا ونغلق عليها ونخليها حتى طيب. من جهه تانية انا هنا راح ناخذ الطنجره تاعي هكذا ونبدا نوجد المرقه تاع اللوبيا. عندي هنايا بصله كبيره كنت سكرفشتها فوالا هكذا، نحط معها طريفات تاع اللحم. انا هنا عندي غير 2 طرف راح نحطهم معاها. تقدروا تستغناو على اللحم، تقدروا ما تحطوش اللحم باسكو الحبوب كامل يجوا بلا لحم. نحط لها هنا الزيت هكذا ونحطها فوق النار تتقلى هكذا، من بعد باش نحط لها لي زيبيس تاعنا. هنايا من بعد ما يتقلات لنا قلنا هذاك البصل هذا فوالا، نزيدو نحطو هذيك الزروديه راح هي تقلى مع البصل، نزيدو نخلوها تتقلى شويه، ومن بعد باش نزيدو نحطو لها هذيك الطوماطيش هنايا راح نزيد لها طوماطيش، كنت سكرفت لها حبه طوماطيش نزيد نحطها
هكذا نخليها تتقلى. نخلي هذيك الطوماطيش تتقلى شويه، من بعد نرجع ليها. هنا راني خديت كاس، راح نحط هنايا طوماطيش تاع العلب، نحط لها 2 مغارف هكذا، ونحكم الماء سخون، لازم يكون سخون. نحطو هنا، ندوبو هذيك الطوماطيش هكذا، ندوبوها هنا مليح. ونروحو نحطوها في الطنجرة تاعنا هكذا. هكذا نفرغو هذيك الطماطيش هنايا، هكذا. وهنا نديرو لي زيبيس تاعنا، نخليو هذه الطماطيش طيب شويه. الملح نزيدو نحطو شويه تاع فلفل كحل، فوالا. نحط لها شويه تاع الزنجبيل هكذا، ونحط لها الفلفل العكري الحلو هكذا. ونزيد نغلق عليها، ونزيد نخلي هذيك الطماطيش تطيب من بعد باش نمرق. ما بعد ما تقلاو لنا كامل هذوك لي زانغريديون اللي حطيناهم، دوكا نمرقو، ما نمرقوش بزاف هكذا، باش ما يتغطى لنا برك هذاك اللحم. فوالا، ونغطو عليها ونخلو حتى يطيب هذاك اللحم تاعنا هكذا. فوالا، هاي ليك بعد ما طابت اللحم تاعي، من اللوبيا تاعي راهي هنا طابت. هاي ليك راهي طيبه اللوبيا تاعي. دوك انا هنايا واش نحكم هذه لاصوص هذه اللي كنت طيبتها هنا باللحم، نحطها فوق نحطها فوق هذه اللوبيا، نحطها فوق هذه هنايا هكذا. المهم نحطها نفرغها كامل هنا. كمل نفرغها كامل هكذا. فوالا هكا، ونخليها تزيد تطيب شويه هنا، ونروح انا نوجد لها الدرسه تاعها هكا. فوالا هكذا. الدرسه عندي هنايا واحد تاع فلفل دريس، ها ولي كنت حطيته يتشمخ يترطب، ها هي نحطه في المهرس تاعي. وعندي هنايا 3 حبات تاع الثوم، انا الثوم تاعي كما راكم تشوفوا كبيره، عندي 3 حبات هكذا. نحط لها شويه تاع الملح، نحط لها شويه تاع الملح، ما نكترش باسكو كنت ديجا ملحت اللوبيا تاعي ولا لاصوص تاع اللوبيا
هكذا، ما نكثرش بزاف. وندرس كامل هاد الثوم والفلفل دريس. هاي ليك شوفوا كيفاش نزيد لها هنا شويه تاع الكمون، نحط لها كمون. فوالا هكا، ونخلطها مليح مع هكا. فوالا من بعد نحطها في الطنجره تاعي تاع اللوبيا. هاي ليك الدرسه نحطها دركا هنا ونخليها تزيد تطيب مع هذيك اللوبيا. هكذا، نعرفوا اللوبيا تحب الكمون. زيد نخليها طيب ومن بعد نرجع لكم. اللوبيا تاعي هاي ليك بعد ما وجدت، هاي ليك جت خاطره ما شاء الله. بون على الثقاله كل واحد كيفاش يحبها، كاين اللي يحبها شويه خفيفه، كاين اللي يحبها ثقيله. المهم هذاك كل واحد والذوق تاعو. هنا في الاخير نحطوا لها شويه تاع الحشيش القزبر هكذا من الفوق. انا راح نحط لها شويه تاني تاع الكمون. بون الكمون يرجع كل واحد كيفاش يحب. انا نحبها هكا بشويه الكمون من الفوق، اللي ما يحبش ما يحطش من الفوق، خاطر كنا درنا لها ديجا الكمون في الدرسه هكا من الفوق. ونزيد نحط لها شويه تاع زيت الزيتون. بون هاد الاضافات هادوما كل واحد كيفاش يحب ياكلها. انا نحب ندير لها هاد الاضافات، وانتوما كل واحد يدير حسب الذوق تاعو. وهذه هي اللوبيا تاعنا. وهنا نلحق النهايه تاع الفيديو. نخليكم بخير وعلى خير، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. سلام.